في يوم من الأيام، كان هناك بطة صغيرة تعيش في مزرعة كبيرة. كانت هذه البطة مختلفة عن بقية البطات، فهي لا تحب الشجار أو العراك على الطعام أو المكان. بينما البطات الأخرى تتنافس وتتشاجر باستمرار، كانت هذه البطة تفضل الهدوء واللعب بمفردها أو مساعدة الحيوانات الأخرى في المزرعة. في البداية، سخرت البطات الأخرى منها واعتبروها ضعيفة، لكن مع مرور الوقت، لاحظوا أن البطة الصغيرة سعيدة وراضية، وأنها تجد طرقا مبتكرة للتعامل مع المشاكل دون الحاجة إلى العنف. ذات مرة، نشب خلاف كبير بين البطات حول قطعة خبز كبيرة، وكادت الأمور تتصاعد إلى معركة حقيقية. تدخلت البطة الصغيرة واقترحت أن يتقاسموا الخبز بالتساوي، وبالفعل وافقت البطات وتجنبوا الشجار. بعد ذلك، بدأت البطات الأخرى تحترم البطة الصغيرة وتستشيرها في حل المشاكل. أدركوا أن القوة الحقيقية ليست في العراك، بل في التعاون والتسامح. وهكذا، أصبحت البطة التي لا تحب العراك قدوة حسنة لبقية البطات في المزرعة، وعاشوا جميعا في سلام ووئام. تعلموا منها أن الاختلاف ليس ضعفا، وأن الهدوء والتسامح يمكن أن يحلوا أصعب المشاكل. وبدلا من العراك، أصبحوا يعملون معا لجعل المزرعة مكانا أفضل للجميع. كان هناك 53 بطة في المزرعة.